المستعلي اللي كان عنده 20 سنة وقت ما جه في سنة 1094 هو مات في سنة 1101. خدوا بالكم يعني ده حكم 7 سنين والراجل كان عنده 20 سنة، كانت صحته كويسة ومش كبير في السن. احنا ما نعرفش نهايته ازاي، يعني مفيش أي مؤرخ، بس أنا اللي شاكك يعني واحد عنده 27 سنة وكان إمام وبياكل كويس وصحته حلوة، هقول لك الأعمار بيد الله وكل حاجة، بس يعني مثال فل يعني في حاجة حصلت، يعني الراجل ده ما ماتش كده يعني أكيد اتسمى أو أي حاجة. ليه بقى؟ لأنك هتعرف إن هيجي بعد كده ابنه اسمه إيه؟ الآمر، اللي هو بنى إيه؟ بنى الجامع ده. دخلنا بقى في الآمر بقى اللي بنى الجامع ده. الآمر ده كان عنده كام سنة؟ لو قلنا إن كان طفل، بس لو قلنا إن الحاكم وقت ما حكم الحاكم بأمر الله كان عنده 11 سنة، ولما رحنا للمستنصر 7 سنين، فأنت بتنزل أهو. لما وصلنا للآمر كان عنده 5 سنين. ده الآمر ده ملوش أي لازمة. وأنا بتكلم هنا إن برضو اللي اختاره الوزير اللي هو مين؟ الأفضل شاهنشاه، اللي جاب أبوه الله جاب، الله خد، الله على العوض، جاب أبوه وتقريبا هم اللي سموا ابوه لما ابتدى يفهم، يعني 27 سنه انت هتقرفنا بقى، وابتدى يطالب بحقوقه، يلا يد مع السلامه. ونسيت برضه اقول لكم على حاجه، ان ابو الامر اللي هو المستعلي ده كان متجوز اخت الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالي، يعني متجوز بنت بدر الجمالي، وكان اسمها ست الملك. ده على اسم مين؟ ست الملك اللي هي بنت الخليفه العزيز اللي هي اخت الحاكم الكبيره. ده هنا الوزير اسمه الافضل واخته اسمها ايه؟ ست الملك. ده اسامي مين؟ اسامي الخلفاء واسامي البيت الفاطمي. وبعدين ان ست الملك دي هتتجوز واحد من البيت الفاطمي اللي هو هيبقى ايه؟ الخليفه اللي هو المستعلي. ما هو اتجوز ست الملك اللي هي بنت بدر الجمال الوزير واخت الافضل شاهنشاه زي ما احنا قلنا. فهنا يعني في نسب، في علاقه طيبه، وعنده 20 سنه صغير، وهي برضه ان الشرعيه تبقى موجوده، وواحد صوره مع الشرعيه اللي هو المستعلي، لكن احنا شغالين في الخفاء. طيب عمنا بقى اللي بيحكم الكلام ده كله هو الافضل شاهنشاه، قام رايح باني دار في الفسطاط سماها دار الملك. شوفوا الوزير المفروض يقعد في دار ايه؟ الوزاره، لكن لما تقول له دار الملك مش هيسماها دار الامامه ولا دار الخلافه، سيبنا لكم الخلافه والامامه وانا هعمل دار الملك، وينقل كل الورق بتاع الدوله هناك، وبيشتغل هناك في الفسطاط، ملوش علاقه بالقاهره، وقاعد هناك. ده اللي هو مين؟ الافضل شاهنشاه. وجاب وزير، جاب خليفه صغير اللي هو مين؟ الامر اللي عنده 5 سنين. هنا الامر هيقعد فتره طويله من حياته لغايه سنه كام بقى؟ هو حكم في 1101 لغايه سنه 1122. بعد كام سنه من حكمه؟ بعد 21 سنه، بعد ما كبر وبتاع، هيقدر ان هو يعمل مؤامره يتخلص فيها من مين؟ من الافضل شاهنشاه. وكده احمدك يا رب خلصنا من عيله بدر الجمالي، وخلصنا بقى من الارمن. بقى نخش على اللي بعده. هيجي واحد اسمه محمد ابن فاتك البطائحي، اسم الراجل كده محمد ابن فاتك البطائحي. ده كان مسؤول كبير في الدوله الفاطميه وقتها، هو اللي هينقل الذخائر والكنوز اللي كانت موجوده عند الافضل شاهنشاه فين؟ في دار الملك اللي فين؟ اللي في الفسطاط. هينقلها هنا في القصر الشرقي. هيفضل ينقل في الذخائر دي 40 يوم. ده كان في ايه؟ لما تقعد 40 يوم تنقل الحاجات دي كلها. فهيجي الجدع ده بقى اللي هو الامر هيقول له: والله انك لمأمون حقا، ليس لك في هذا النعت شريك. فهو اسمه محمد بن فاتك البطائحي، هيبقى اسمه ايه بقى؟ اتعرف بعد كده لقبه ايه؟ المأمون البطائحي. شوفوا خدوا بالكم، الوزراء الافضل وبعدين يجي ايه؟ المأمون. المأمون ده اسم ايه اصلا في الخلافه العباسيه؟ اسم الخليفه. احنا هنا بقى، فاحنا بقينا يبقى ده عصر الوزراء ولا لا؟ عصر الوزراء العظام. انا كل اللي انا بتكلم عليه اللي هو ما فيش اصلا، الامر مش موجود في المعادله. كل المهم هو الافضل شاهنشاه، وهو بدر الجمالي، وهو المأمون البطائحي. والمأمون البطائحي ده هو اللي هيجي هيبقى مشرف على عماره الجامع ده، وهيتكتب اسمه على النص اللي بره. وده برضه بيشرح اهميه عصر الوزراء العظام، ان الوزير بيتسجل اسمه مع الخليفه داخل اطار واحد. طيب في السنه اللي هم بنوا فيها الجامع بعد 3 سنين، ان هو مسك وزير، خلصوا من الافضل شاهنشاه في 1122 ومسك وزير في 1122. في 1125 هيبتدوا يبنوا الجامع ده زي ما احنا قلنا من 901 سنه. في 1125 في اواخر السنه الامر هيقرف برضه من المأمون البطائحي وهيقتله.
وهنا بقى الامر هيبتدي بقى يعني ايه ان انا اقدر احكم لوحدي بقى في اخر 5 سنين دول، يقدر ان هو يتنفس يعني. لكن في سنه 1130 هيحصل ان الامر نفسه هي ايه؟ هيتقتل. مين بقى اللي قتل الامر؟ الشيعة النزارية. فاكرينهم؟ فاكرين اللي انتوا عملتوه في ابونا نزار؟ احنا رجعنا تاني انتقمنا منين؟ من الامر. قتلوه ودبروا له مؤامره لاغتياله ومات بالفعل. وهو عنده كام سنه؟ هو حكم كده 29 سنه من 1101 ل 1130. وقت ما حكم كان عنده كام سنه؟ 5 سنين، يبقى 5 و39 عنده 34 سنه بالظبط. ده كانت نهايه الامر. لكن هنا بقى بعد ما الامر هيموت هيحصل حاجه مهمه جدا. شكرا. في وضع ما كانش موجود قبل كده ولا حصل قبل كده، ولا يعني اول مره الدوله الفاطميه، لو احنا قلنا ان بيجي الخليفه بيكون صغير في السن بس موجود في ذكر، المهم يبقى موجود. هات لي ذكر، احنا عايزين ذكر بس اهم حاجه. 11 هنمشيه، 7 هيجي، 5 احنا الامر نفسه جه 5. بس الفكره بقى ان الامر ده لما مات ما كانش له وريث، خلف بنات. لكن ما عنده ده على مداره وهو الراجل يعني عاش 34 سنه. بس برضه دي فيها زي الملك فاروق كده، يعني فيها رزق من عند ربنا انك ممكن تقعد تخلف بنات بس زي الملك فاروق. او وبرضه الملك فاروق يعني جاب الواد وهو عنده 32 سنه الذكر. بس الفكره بقى ان الامر ساب ايه؟ يقولوا ان هو ساب جاريه حامل. والمؤرخين اختلفوا في مصير المولود ده، وفي مؤرخين اختلفوا الاول في نوعه وبعدين اختلفوا في مصيره. لان لو هو الجاريه دي مثلا هنفترض ان هي اتقتلت كده، في حاجه خلاص اتقتلت باللي في بطنها. طب لو خلفت انثى في مشكله؟ برضو ما خلاص الذكر ما جاش. طب لو خلفت ذكر يبقى الذكر ده هيبقى ايه؟ هو الوريث، هو الامام، هو ولي العهد، حتى لو بيرضع، حتى لو بيرضع المهم يجي. ففي بقى طائفه تابعين للامر قالوا ان الامر خلف ذكر وتسمى بالامام الطيب وادعى له على المنابر. وبعدين بعتوا سجل للملكه الحره الصليحيه اللي هي بتحكم اليمن، قالوا لها ان اللي بيحكم او ولي العهد او كده هو الامام الطيب ابن الامر ابن المستعلي ابن المستنصر. يبقى في هنا عندنا ذكر. لكن الناس اللي موجودين هنا قال لك لا، لا في ذكر ولا نيله ولا في الامام الطيب ولا بتاع. وقاموا جايبين ابن عم الامر، لان هو ما بنقول مالوش ولاد، فجابوا ابن عمه وسموه ايه؟ الخليفه الحافظ. كان اسمه عبد المجيد، فسموه الحافظ على وزن الفاعل. والحافظ ده فضل 2 سنين يحكم كولي عهد، يقول لك في انتظار كالامام المستودع اللي هو الوديعه اللي جاي ده. وبعد كده اللي هو من يعني فضل 2 سنين وبعدين بقى هو ايه؟ بقى هو الخليفه بعد كده من سنه 1130 لسنه 1132. في 1132 هو اللي اتسمى الامام، لكن قبل كده كان بيحكم كايه؟ كولي عهد. اللي يهمنا بقى ان الناس اللي تابعين للامر واللي بيقولوا ان الامام الطيب هو الامام وهو المفروض معاه الشرعيه وهو ابن الخليفه الامر، اتعرفوا بالايه؟ بالطيبيه. مش هينفع يقعدوا في مصر، لان احنا قلنا ان في ايه؟ الحافظ ابن عمه جه وقاعد فهيطردهم هيكرشهم. هيطلعوا على فين بقى؟ مين السيده اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي قاعده فين؟ هي اللي معترفه بالسلطان ده. فهيطلعوا على ايه؟ على اليمن. طب هيشتغلوا ايه في اليمن؟ لو انت قاعد في اليمن عايز تشتغل وانت قاعد على مضيق باب المندب، كل التجاره اللي جايه بقى بتعدي من عندك، هتشتغل ايه؟ تشتغل في التجاره. التجاره دي بتيجي منين؟ من الهند. فهم هيشتغلوا في التجاره اللي هم اسمهم البهره. معنى كلمه البهره يعني يعني التجار. هيركبوا مراكب من اليمن تروح الايه؟ تروح على الهند. وبعدين شويه بعد 900 سنه هيجوا لنا من الهند لابسين اللبس الهندي بتاعهم ويقولوا لنا السلام عليكم يا مصريين، السلام عليكم يا اخي، دي بلدنا. قال لا، مش النزاريه برضو كانوا جايين؟ ايوه النزاريه بيقول لك احنا جايين تبع مين؟ تبع نزار. وبعدين البهر يجي يقول لك احنا جايين تبع مين؟ تبع الطيب ابن الامر. انت لو رحت بقى قلت لواحد من البهره تقول له ما فيش حاجه اسمها الطيب، هيقول لك يعني مساء الفل، يعني انت بتضرب لي الدوله كلها. يبقى لازم هم يعترفوا بمين؟ بالطيب
وان الطيب موجود وان هم طيبيه ومنسوبين للامام الطيب ابن الخليفه الامر. عرفنا ايه اللي جابهم من الهند. لازم عشان تعرف هم ليه جايين من الهند لازم تعرف هو ايه اللي وداهم الهند. راحوا الهند من اليمن. طب هو ايه اللي وداهم اليمن؟ لان الملكه الحره الصليحيه ملكه اليمن هي اللي اعترفت بالامام الطيب، فلذلك هم هيبقى مقامهم هناك في اليمن واشتغلوا في التجاره. وكلمه تاجر اللي انت بتقول هي بهارات دي اللي هي هم المفروض البهارات يعني التجار، بهار يعني التاجر، ده المصطلح بتاعه اللي هو معناها كده. احنا بنقول عليها البهارات عشان هي دي التوابل، هي المفروض توابل، دي التوابل اللي هم كانوا بيتاجروا فيها. فعلشان هم الطائفه اسمها البهره او البهارات فاحنا بنسمينا التوابل ايه؟ بهارات، بسببهم هم برضو، بسبب الناس دول. الناس دي هي اللي رممت النهارده. دايما حتى هتلاقوا ان الرئيس لما بيروح يفتتح جامع الحسين، جامع السيده زينب، صح؟ جامع السيده نفيسه، هتلاقي كان في جنبه راجل كده هندي. الراجل الهندي ده اللي هو مين؟ سلطان البهرة. عرفت هو بيعمل ايه؟ هو جاي ليه؟ لأنه بيعتبر إن هنا أرض آبائه وأجداده وإن هم كانوا موجودين هنا. فلذلك هو موجود علشان كده. وهم بالمناسبة هم اللي مرممين الجامع اللي احنا فيه ده، وهم اللي مرممين، هم اللي عملوا الواجهة اللي بره. احنا قلنا وهم اللي شارين السجاد ده وهم اللي رمموا الجامع. في أي أسئلة في الجزء ده؟